زلمة هل شاهدتم زلمة في البراري يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما كلب؟ ازيكم يا جيمرز، معاكم فلاور جيمر. لو بتحبوا الالعاب والتحديات فانتوا في المكان الصح. مستعدين للمتعه؟ يلا بينا. النهارده هنلعب لعبه الزلمه يغرس قيم الظلوميه. كاتبلك ايه تحت بقى؟ ملاحظه: هذه اللعبه تحتوي العديد من الاسرار، استمتع باكتشافها. لا تعليق لا تعليق. بدايه مبشره جدا. اول حاجه بقى هنروح نظبط الاعدادات عشان الصوت يعني سنه. ايه ده؟ جدعان بصوا استنوا، استغفر. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ ايه بقى يا شيخ؟ اهلين اخي، انت قدمت على دور رئيسة بالفيلم اللي شغالين عليه. طبعا بقدر احكي لك قديش الفيلم مهم بالنسبة لنا. شكله وطيت صوت على صوتي شوية. مهم كتير انك تكون متقن لدور الزلمة، وما حدا فيه يتقن دور الزلمة الا الزلمة. فلهيك راح نعمل اختبار ورقي نختبر فيه ما اذا كنت بالفعل زلمة او لا. تفضل. هو يعني الاختبار ده اللي يخليني زلمة يعني؟ طب انا بنت يعني مش فاهم. اقول لك وسع كده وسع كده وسع. اوه ماي جاد، طب بص لي، بتبص على بنت. نعم أنطونيو، أنت بتعرف إني أنا ما كنت ثبتت كل هالطريق ايه ده؟ لولا شي واحد بس. فيلم يا ألبرتو، بعرف قوة الصداقة اللي بين الشاورما شاورما. ألبرتو، بس الشاورما عملته. ايوه صدق بينا، ايه اهم حاجة الاكل. كنت متوقع. جدع. يا بتبص على بنت متحمش، هلم عليك الناس. جامعة ايه؟ جامعة الزلم الخاصة، شهادة الماجستير في علم الظلومية، تقدم الأولى زلمة ألفا. انت ألفا جدعان بصوا مش لا تعليق. انت ألفا بقى، مفيش حاجة توضح ان انت ألفا. مالكش دعوة، مالكش دعوة كده يعني. المهم كاتب لك ايه بقى؟ كاتب لك هنا بقى احسن زلمة على الاطلاق، علم الظلومية. علم الظلومية حلو 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 حلو. اجيب الاسئلة التالية باقصى الشكل الظلومي ممكن. ثواني، هو ده اللي يخليه هو ده الامتحان اللي انت بتقول عليه ان هو ايه؟ ان هو تختبر فيها اذا كنت زلمة ولا لا؟ انا مش فاهمة يعني. انت زلمة يعني كمية السؤال بيجاوب نفسه. السؤال بيجاوب نفسه. نعم يلا، يعني ممكن اغش عادي. انظر عندك زلمة. نعم. انا كحت ايه الاسئلة دي؟ ايه الاسئلة دي؟ اسئلة بطيخ. ايه الاسئلة دي يا لهوي؟ يعني مش عارفة يعني ده الاختبار اللي يخليني شكل زلومي يعني؟ مش فاهم. أنا الزلمة يجب الداخل يكون زلمة الصراحة. لم تكن زلمة، هل تكون بيتك أن تكون زلمة؟ نعم أنا أصلا عايزة أبقى ولد قشطة، عايزة أبقى زلمة. واو، بصراحة أنا متفاجئ كثير من النتيجة اللي قدامي. فيك تعتبر إن دور بطل فيلم زلمة يزرع قيم الزلومية صار لك. اسمع، حاليا راح نبدأ بأول مشهد. المشهد اسمه الصبر. أول ما تطلع من الباب راح تسمع الراوي عم يحكي عنك، وكل شيء بيقوله لازم تمشي عليه بالحرف الواحد. بعرف إني ما أعطيناك نص للمشهد، بس لا تنسى أنت زلمة. ثانك يو يا ابني. بس ثواني، كنت أتخيل مغسلة، تخيل إيه تغسل أصلا رسم. أوه ماي جاد، الشاب الجامد الفتشي المز قوي ده. هو ما قالش حاجة أصلا، هو ما قالش يا راوي. تخيل كرسي حمام. شوف كده، تخيل كرسي حمام، تخيل كرسي حمام. كمية الحاجة. الشاب الجامد الفتشي المز قوي ده. ربنا معجبة بنفسي موت يا لهوي بجد. ومعملين رسمة طرش. يلا بينا بقى نطلع. خرج الزلمة من الحمام بأكثر شكل زلومي شهده التاريخ، وبعد ذلك بدأ بالسير في ممر المبنى متوجها نحو غرفة مقيدة موجودة في نهاية الممر. وعندما دخل لها لاحظ أن الغرفة كانت فارغة إلا شوي يعني. ففي وسط تلك الغرفة كان هنالك زر مكتوب عليه كلمة انتظر. وبما أنه زلمة كان الصبر أمرا سهلا بالنسبة له، فالصبر صفة زلومية بحت. فانتظر الزلمة ثم انتظر عايزة. طب ممكن يكون في حاجة يا ابني. هيحصل حاجة. الزلمة أثبت أنه زلمة. الله زلمة. حاليا بدنا نصور المشهد اللي بعده واللي راح يكون
العقول. لا الفضول بيغني العقول. اوكي. في أحد الأيام كان الزلمة يتمشى في أحد الأزقة بطريقة يمكن وصفها بأنه لو رآه رجل عادي لقال أوه ماي جاد، وذلك فقط بسبب الحمامات كمية تحل الزلومية أكذبة. التي تشرشر منه. كمية ظلمية بتشرشروا منها. اوكي لازم التزم. انا كمية ظلمية بتشرشر مني، كمية ظلمية بتشرشر مني، كمية ظلمية بتشرشر. اضحك محمد، اضحك 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 عبد الله، اضحك 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 يلعن، اضحك اضحك. وفي أثناء سيره لاحظ ذلك الزقاق الذي كان عنده عبارة تقول يمنع الدخول لمن لا شأن له. وبما أنه زلمة ابن زلمة قرر أن لا يدع فضوله يتغلب عليه وأكمل طريقة. لا في باب هنا، في حاجة. انا هطلع، عايز ادخل اشوف ايه. وهيكون زي بتاع الزر كده، ممكن ما يكونش في حاجة حصلت. اوبا دخلوني. مينفعش ادخل. هل شاهدتم زلمة في البرار يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما زلمة عض يدا ترعاه؟ هل شاهدتم زلمة يكذب يسرق يشهد زورا ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا دي سيمبا، دي أغنية سيمبا، بس هما مبدلين كلمة سيمبا بالزلمة. هل شاهدتم زلمة في البرار يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما كلبا عض يدا؟ هل شاهدتم زلمة يكذب ويسرق ويشهد زورا ينكر حقا يمشي سرا يمشي مغرورا بأذى؟ معاكم. لا دي آداب ظلمية، دي آداب ظلمية. راح يقوم بعنوان لا للفضول بما لا يغني. اسكت انت كده دلوقتي. هي دي آداب ظلمية، يعني آداب الظلمية ان هم يقفلوا باب في وشي. وبما انه زلمة ابن زلمة قرر ان لا يدع فضوله يتغلب عليه. بقول لك يا راوي، انت مهما كان انت فين، بقول لك هي دي آداب ظلمية ينفع؟ دي آداب ظلمية ان هم يقفلوا باب في وشي ينفع؟ اوكي انا هكمل طريق الاغنية، يعني مش هتأثر عليا في حاجة. يلا شيل الظلمية تاني. هل شاهدتم زلمة في البرار يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما زلمة عض يدا ترعاه؟ هل شاهدتم زلمة يكذب ويسرق ويشهد زورا ينكر حقا يمشي سرا يمشي مغرورا بأذى؟ زلمة عارف وزلمة مش عايز، زلمة داير ولا بتبقى، زلمة عارف وزلمة مش عايز. هل شاهدتم زلمة في البرار يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما زلمة عض يدا ترعاه؟ هل شاهدتم زلمة يكذب ويسرق ويشهد زورا ينكر حقا يمشي سرا يمشي مغرورا بأذى؟ يا ابن الكلب يا واطي. أكمل طريقة. يلا بينا نركز في اللعبة دلوقتي، ما نبطل العبط اللي احنا بنعمله ده. وبهذا يكون الزلمة أثبت أنه زلمة. بدأت راح نغرس في قيمة الحكمة. حاول تقدم أفضل أداء عندك. خير الزلمة بين خيارين، كان عليه اختيار أحدهما، إما العلم أو المال، ولكن هذا الخيار أمر بديهي وسهل جدا بالنسبة لأي زلمة، فلذلك ذهب مباشرة نحو باب العلم. ذهب مباشرة حول المال. ذهب مباشرة حول المال. مفيش حاجة بتتجاب دلوقتي بالعلم، حتى الفلوس بتطير. راحت فلوسك يا صابر. لا علم بقى اهو بختار اهو. الزلمة أثبت أنه زلمة. اجهز بسرعة، هلا في ممثل بده يلحقك، انت بس بعد عنه. وهذا المشهد بدنا نغرس قيمة هي عبارة عن مزيج بين الحكمة والشجاعة. وفي يوم من الأيام كان الزلمة يتسكع بالجوار حتى ظهر له ذلك المختل، ولكن الظلمية التي فيه دفعته لأن يتفادى القتال، حتى آل الأمر إلى أن الرجل قد سقط أرضا من التعب. وبهذا يكون الزلمة أثبت أنه زلمة. يا ابني اسكتوا يا جماعة، انتوا بتقولوا ايه؟ اسمعني منيح، يمكن هذا أهم مشهد بالفيلم، لازم تستخدم كل ذرة زلومية على. لا قرب يخلص الوقت. المشكلة إنه بدأت الجيم جام 3 أيام بس،
تحس انه لازم يكون اسمه زنقة. بس كان معكم دي ام جي فريك براون ذا بيت وبس. انا داري دمه عسل، بسم الله ما شاء الله، بجد دمه عسل ما شاء الله. زلمية غير قائمة الزلمية. لا اللعبة جامدة. هويته مجهولة، مونتاج أنا يستطيع، أنا باختصار في كل فيديوهاتي رسم ورسوم، أنا هندسة صوتية، أنا توزيع، أنا تاني أحسن واحد، أنا أول واحد، أنا محتاج ألفلس، أنا والله وأنا محتاج ألفلس شغل خاص بي أنا. ده مو أنا أنت هتاكل الشاشة ولا إيه؟ مين اللي بيكح ورا ده؟ مين اللي بيكح ورا ده؟ بس كده، دي كانت لعبة النهاردة، يا رب تكون اللعبة عجبتكم. تنسوش لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد احنا بنعمله. واكتبوا لي في التعليقات ايه اكتر حتة ضحكتكم فيها، والاغنية اللي عجبتكم ولا لا. بس زي الصراحة اغنية عجبتني قوي. وبس كده، باي.